السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. كنتمنى تكونوا مزيانين. مرحبا بكم اليوم فيديو جديد على قناتكم وصفات نجمة مضيئة. سمحوا لي بزاف غبرت عليكم. صراحة غبرت لي ظروف. ودابا ان شاء الله غادي نرجع معكم بلي فيديو بالنصائح كيف ما موالفين، بالوصفات، بلي برودوي اللي ننصحكم بهم واللي حتى ما ننصحكمش بهم. ما نطولش عليكم اليوم. بغيت انا غادي ندير حمام زيت لشعري، وقلت غادي نشارك معاكم هادو. صراحه ما عمري ما شاركتهم معاكم في القناه، ولكن انا عاد مؤخرا درتهم والحمد لله لقيت راحتي عليهم، وقلت نشاركهم معاكم. السبب علاش كندير هاد الحمامات ديال الزيوت، هذا هنايا عندي زيت الخزامه وفيه الحرمل وفيه حبه الراس، وهذا عندي هنا زيت الفلفله. علاش انا كندير هاد الزيوت لشعري؟ الصراحه مده ما درتش هاد العلاجات لشعري، غير ملي كيكون كيطيح ليا بزاف ولا ما كيبقاش يطول. انا صراحه درت واحد الصباغه اللي خرجت لي على شعري وكرهتني في الحياه، لان شعري بدا كيطيح بواحد الطريقه اللي ما تصوروش. و والصراحه شنو نقول لكم، انا موالفه كندير صباغه لشعري، كندير غير الاكسجين وما كيدير لي والو، واخا كينشف ليا الشعر ولكن شعري ما كيطيحش. وكنت ايضا كندير لي ميشو ولكن شعري ما كيطيحش. ولكن بهاد الصباغه اللي درت شريتها ب30 درهم، بصراحه اش غادي نقول لكم، طيحت لي شعري ولا مقطع، هو مقطعش واضطريت انني نقطعو ونعالجو بالزيوت. الحمد لله دابا شي شويه تيتربى، والصراحه ما نكذبش عليكم البنات، بقى فيا شعري بزاف 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 لواحد الدرجه كبيره، لانني فيما كنمشي نمشط ولا كنشوف لي فوطو ديالي القدامين وشعري كيفاش كان، وكنشوف شعري كيفاش ولا دابا يلاه بحال اللي عاد نبدا من ازيرو. بقى فيا الحال بزاف، وقررت اني ما عمري ما نحط شي صباغه كيماويه على شعري من غير الحويجات اللي مولفه، وما عمري ما نعاود انني نبقى ندي كلام على داك مالي المكياج اللي كيبقاو يلصقوا في بنادم الحاجه راه زوينه راه كاليتي، وهي الصراحه الاصل ما كاليتي ما والو. المهم، كيف ما قلت لكم، هذا عندي هذا شعري هذا الزيت، هذا زيت البلديه. و... واللي ما عندهاش زيت البلديه كنعرفوا ان دابا غلات وهذا، والله يحسن العوان، دير غير زيت لوسيور، ولا زيت المائده كيف ما كانت. طحن شويه د الخزامه وشويه د الحرمل، وهنايا الفلفله نتوما كما كتشوفوا راه الفلفله باقا عندي مقطعه. تقطع الفلفله وترقدها في زويته 2 سيمانات تبدا تستعمل الزيت. انا هاد الزيوت هادو اللي كندير والحمد لله شعري بدا يتربى. واخا قلت لكم ملي كنشوف لي فوطو ديالي القدام الا تتجيني البكيه على شعري كيفاش كان وكيفاش رجع، ولكن الحمد لله على كل حال. ان شاء الله نتمنى يرجع ليا شعري كيف ما كان. المهم انا حسيت بتحسن والحمد لله. هاد الزيوت ملي بديت نديرهم مزيان، كتعرفوا الحرمل كيحيد الفطريات وكيساعد على تحفير النمو من الشعر، هو والخزامه وحبه الراس. فهاد الاعشاب هادو استعملوهم على الضمانه ديالي، واكيد الا بحثتوا في جوجل غادي تلقاو ان هاد الاعشاب عندهم ميزات بزاف زوينين على الشعر. المهم البنات، خليتكم على خير وبخير، وكنتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو وتبارطاجيوه مع البنات، وشكرا لكم.